السلطات الفرنسية تضبط تهريب كنوز نادرة من المغرب تعود لفترة ما قبل التاريخ تقدر قيمتها بالملايين. لنتعرف على التفاصيل. تمكنت السلطات الفرنسية من ضبط كمية كبيرة من المستحاثات المهربة على متن باخرة قادمة من المغرب خلال عملية تفتيش روتيني، حيث تم العثور على شحنة تضم نحو 60 قطعة نادرة بينها مستحاثات قيمة وأصناف طبيعية محمية كانت مخبأة داخل شاحنة بهدف إدخالها إلى السوق الأوروبية بشكل غير قانوني، ما يعزز فرضية وجود شبكات تهريب تستغل التنقيب العشوائي عن الآثار داخل المغرب. ووفق صحيفة الصباح المغربية تم حجز المستحاثات المهربة في انتظار إخضاعها لخبرة رسمية لتحديد مصدرها الحقيقي وتاريخها الجيولوجي وقيمتها الدقيقة، في حين لم يتخذ أي إجراء بعد في حق السائقين إلى حين نهاية التحقيق. وقد حذرت الجمارك الفرنسية من أن تهريب التراث الطبيعي أو الأحياء المحمية يشكل اعتداء خطيرا على الموارد العالمية ويغذي أنشطة غير قانونية عابرة للحدود.